السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في حلقتكم في قناتكم المتواضعة قناة علي كمال، اللي كنناقشوا فيها مختلف المواضيع المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة وكذلك الدبلوماسية الموازية، سواء متعلقة بالجارة الشرقية في إطار خرجاتها وكذلك سواء متعلقة بخرجات وزير الخارجية أو الدبلوماسية الموازية أو الاتجاه ديال الوحدة الترابية. في حلقة اليوم حلقة غنية، حلقة دسمة، غادي نناقشوا فيها مواضيع مترابطة، مواضيع متشابكة. الأول المتعلق بردود أفعال الإمارات عقب الانزلاق الذي طال ويطول النظام الجزائري، الذي عبر على أن الكبرانات هم الذين يقودون هذا النظام وفق هواهم ووفق مويلاتهم ومصالحهم. فبعد الانزلاق الذي عبرت عنه صحيفة النهار وصحيفة الشروق بطرد السفير الإماراتي الذي تم اتهامه بالتجسس للاستخبارات، الموساد الاستخبارات الإسرائيلية، وكذلك غادي نناقشوا الموضوع ديال حضور وفد جزائري عالي الهمة إلى المغرب للحضور في الملتقى الثالث والخمسون لوزراء الإعلام والاتصال والتواصل العرب. لحلقة اليوم حلقة غنية. بداية وجب التذكير إخواني أخواتي على أن الجزائر لا زالت تتخبط في الهفوات ديال الدبلوماسية الخارجية، خصوصا في ظل الزعامات في اتخاذ القرار لا على مستوى تبون ولا على مستوى الكبرنات وعلى مستوى الشرقريحة، وما تعرفه الجزائر من زلزال سياسي عقب زيارة تبون إلى روسيا، وما أثار حفيظة الغرب وما أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي عقب تصريح تبون في رغبته لتغيير العملات الاقتصادية المتعلقة باليورو أو الدولار، وكذلك بزلقة ثانية المتعلقة بأن روسيا هي التي ساهمت في أو ساعدت الجزائر في الاستقلال عن فرنسا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أن برلمانية فرنسية في مداخلتها من داخل قبة البرلمان عبرت عن رفضها واستيائها ما يحدو به تبون رئيس الجزائر بخصوص إضافته للمقطع الذي شمل العداء لفرنسا والوعيد، معتبرة إياه بأنه تعبير ضمني للكراهية، وعلى أنه بداية الاحتراز وبداية غلق الأبواب وبداية تغيير التعامل مع فرنسا بحكم الضرورة وبحكم ما تقتضيه الظروف، خصوصا عقب تغيير الوجهة من فرنسا إلى روسيا، وما تعرفه أوروبا في إطار القطيعة الاقتصادية والسياسية مع روسيا عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عقب رغبة تبون في تغيير السياسة مع فرنسا، خصوصا بعد رفض الإليزي في أكثر من مناسبة في استقبال تبون، تعبيرا منه عن رفضهم وتعبيرا منهم عن عدم رضاهم لما يسود الجزائر من تقلبات بين أزمات داخلية وبين طوابير وبين سياسة الأبواب مفتوحة بين روسيا في إطار قاعدة عسكرية لإيران قصد تدريب مرتزقات البوليساريو، وكذلك قصد تحسين التواجد ديال روسيا من داخل شمال إفريقيا بمحاذاة الغرب والساحل الإفريقي، وما يهدد مصالح الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وكذلك في ظل تعاملها مع روسيا التعامل الاقتصادي الذي كان من المتوقع هذه الصفقات أن تبرم مع فرنسا. هو اليوم كردة فعل زعمت من تبون في إطار هذه الزيارة عن رغبته في تغيير الوجهة نحو ألمانيا عقب إرساله لوزير الخارجية الجديد أحمد عطاف الذي حل بروما، وستليه العديد من الزيارات إلى ألمانيا بالخصوص قصد تمهيد زيارة لتبون، وكذلك حتى يحافظ على ماء الوجه عقب رفض الزيارة لفرنسا أكثر من 5 مرات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو على أن ما تعرفه الجزائر في سياسة دبلوماسية الغاز ودبلوماسية الرشاوى، باتت كوبا تطالب بملايير الدولارات قصد احتضان والدفاع والمشي في هواء الجزائر والمتعلق بالاعتراف بالجبهة الوهمية. هذا موضوع أثار حفيظة الجزائريين
موضوع دسم تطرقت إليه مختلف قنوات التواصل الاجتماعي بأن كوبا تدعم الجزائر وتدعم المرتزقة في هذا الملف، ليس حبا فيهم وليس قناعة وليس بشكل مبدئي، وإنما هو بشكل مصلحي براغماتي سيرا على ما تنهجه الجزائر في إطار دبلوماسية الرشاوى. وكذلك إخواني أخواتي لا يخفاكم على أن تبون وهوس للمقعد الرئاسي وكذلك هوس في البقاء على سدة النظام يعطي إشارة على أن شرق ريحة وعلى أن جيران الجزائر يخططون للعبة جديدة من أجل البحث كذلك عن منفذ جديد لتصريف الأزمات الداخلية من خلال إقصاء وتغبروا رمطان العمامرة الذي كان في بداية الأمر له علاقة مع الاستخبارات الفرنسية وكان يطمح لتعويض تبون في آخر خرجته الإعلامية. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني سنناقش السبب الرئيسي حول إقالة وزير الاتصال الجزائري محمد سليماني عقب الخرجة التي انزلقها والتي تعبر بالكاد عن ما تعرفه أو ما يعرفه النظام الجزائري بين قرار من يفند القرار ومن يجبر القرار. فعقب الخرجة ديال الشروق الجزائرية الإلكترونية وكذلك النهار بخصوص طرد السفير الإماراتي من التراب الجزائري بحكم تجسسه في صالح الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وما أثار حفيظة الإمارات. فعقب نصف ساعة من نشر هذا الخبر باتت وزارة الخارجية الجزائرية تفند الخبر وتدعي على أن لا محل له من الأحقية وأنه بعيد كل بعد عن الواقع، ليعطي بذلك إشارة على أن الجزائر يقودها جنرالات يسبحون في المياه العكرة وهمهم الوحيد هو مضايقة الدول التي تتماشى والمقترح ديال المغرب والمقترح ديال الحكم الذاتي. جدير بالذكر على أن الإمارات هي بين الدول العربية التي حطت رحال في إطار قنصليتها على مستوى المناطق الجنوبية وعلى أنها دعمت وتدعم في كامل مرة لا على مستوى دول الخليج وعلى مستوى القمة العربية ولا على مستوى الأمم المتحدة في مختلف خرجاتها الداعمة لمشروع الحكم الذاتي. فوقيل على ما أظن على أنهم كانوا في جلسة خمرية الجنرالات واش كايناش ما كاين أرى ليك ندشروا هاد الإمارات ونعطوا إشارة على أننا رافضين تواجدها وحنا نشيد وكذلك بحكم علاقتها الوطيدة مع المغرب أراش كايناش ما كاين أنا نديروا هذه الخرجة هذه باش نعطوا واحد نلفتوا الانتباه ونصرفوا الانتباه الإعلامي الجزائري بخصوص الأزمة الجزائرية الفرنسية نحو موضوع جديد عربي متعلق بطرد السفير الإماراتي. فهذا خلى الدولة أو خلى النظام الجزائري يقوم بخطوة إقالة وزير الاتصال محمد سليماني كردة فعل عن عدم نباهته وعن عدم تعامله وعن عدم فطنته لهذه الخرجة وهذا الانزلاق وهذه الهفوة الإعلامية. فكان كبش فداء ليحضر بذلك مدير ديوانه في قمة عربية لوزراء الاتصال والتواصل والإعلام العرب بالمغرب في الدورة 53 في سابقة عقب ما تعرف العلاقات المغربية الجزائرية من قطيعة دامت لسنتين على ما أعتقد، ويعبر من خلاله الجزائر عن أنه على أن الجزائر تسعى كذلك تأكيد الحضور ديالها من داخل هذه الدول من خلال بعث مدير ديوان وزير الاتصال للحضور في هذا اللقاء العربي والذي شمل العديد من وزراء الاتصال والتواصل والإعلام العرب. فهناك يعطي إشارة على أن الجزائر عبر قنواتها لم تتطرق لهذا الموضوع، أي أن هناك لجنة أو وفد سياسي دبلوماسي عالي المستوى بالمغرب في ظل القطيعة وفي ظل ما تعرف العلاقات من منع التحركات الجوية والبرية. فهذه هي الموضوع الثاني. الموضوع الثالث اللي اعطى درس على أن الدولة العلوية وعلى أن النظام الملكي من داخل المغرب هو نظام يمتد لقرون، وعلى أن المسألة الاهتمام بالعسكر والاهتمام بالنظام والاهتمام بالوطن وإعطاء إشارة على أننا حاضرين تمت البارحة بتوشيح
العديد من الضباط المتخرجين بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس من طرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن في رسائل عديدة لنظام شنقريحة ولنظام الكبرانات بأننا واجدون وبأننا نعبر عن حبنا وعن وطنيتنا العالية وعن ثقة المتدربين اللي كتعبر عليه الرايات الموجودة خلف ولي العهد المختلفة بين أفارقة وبين عرب يتدربون كما يتدرب الضباط المغاربة من أجل تحصيل المقدورات والقدرات والكفاءات المغربية في هذا الاتجاه، خصوصا وأن المغرب في ظل الشراكات وفي ظل التحالفات أضحى وجهة عسكرية محترمة، خصوصا بعد حصوله على معدات عسكرية أمريكية وإسرائيلية أضحت تضاهي الدول العسكرية والجيوش العتيدة عالميا. فهنا موضوعنا موضوع متماسك، موضوع مترابط كله في اتجاه واحد، وهو أمن واستقرار وسلامة الوطن والوحدة الترابية من طنجة إلى القويرة. بدأنا الحديث بالتطرق إلى ما تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية بخروج نائبة برلمانية ميشيل باربوط في مداخلتها أمام وزيرة الخارجية أو رئيسة الوزراء الفرنسية بخصوص ضرورة إرجاع المياه لمجاريها بين المغرب وفرنسا، واصفة إياه بالإمبراطورية الشريفة لومبير شريفيان، واصفة جذور العلاقات المغربية الفرنسية ولا يمكن مقارنتها بما تعرفه الجزائر من تقلبات، وصفة إياه بالدولة المتقلبة، الدولة المزاجية التي لا تعي ولا تعرف شيئا في قاموس السياسة والدبلوماسية الخارجية. موضوع الحلقة هو موضوع مهم، نتمنى على أننا نعطيناكم واحد الإشارة عن ما يعتمد السياسة الخارجية، خصوصا في ظل مساعي الجزائر وفي ظل ما تحت حدواه بغية تضييق خناق المغرب عبر اتهام السفير الإماراتي وتدارك الموقف، وكذلك عبر الحضور ديال مدير الديوان ديال وزير الاتصال الجزائري المقال محمد سليماني، وكذلك الموضوع الوحيد اللي يؤكد على أن المغرب في استعداد تام لأي حالة من الحالات بتوشيح ضباط سامون متخرجون من المعهد الملكي أو الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس. تحياتي لكم، هذه هي النقاط اللي ناقشنا معكم، ولا تبخلوا بضغط زر لايك والإعجاب حتى يصلكم كل جديد، وحتى نبقى على اتصال وتواصل. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.